ليه العلاقات بتألمنا أكتر من أي حاجة؟ أصعب أنواع الحزن مش الفقد بل الخذلان. أغلب أحزاننا مش بسبب الفقر ولا الفشل ولا الظروف، أغلب أحزاننا سببها الناس. حد إحنا وثقنا فيه فما طلعش قد الثقة، حد حبيناه فبعد عننا، حد كنا بنحسبه إنه هو الأمان فكان هو الوجع. النهاردة إحنا هنتكلم عن أصعب مكان بيتوجع فيه القلب، ألا وهو العلاقات. ولكن ما تنساش تعمل متابعة وشير. أغلب أحزاننا لا تأتي من المال، بس المال مهم وبيعمل مشاكل برضه يعني، وما بتجيش من الشغل، بس برضه بصراحة الشغل فيه مشاكل كتير يعني، ولا من الظروف. أغلب أحزاننا بتيجي من الناس، من الناس اللي في الشغل، ومن الناس اللي جنبنا، والناس اللي رايحين معاهم واللي جايين معاهم. أغلب أحزاننا بتيجي من الناس، لأن العلاقات هي أجمل ما في الحياة وأصعب ما فيها. أول حاجة نتكلم عنها في العلاقات الفقد. الفقد ما بيوجعش علشان حد بعد عنك وخلاص، ده علشان لو هو حد مهم وحد عزيز عليك، هو حد خد معاه حتة منك، صوت كنت بتسمعه كل يوم، دعوة كانت بتتقالك، وجود كان بيطمنك حتى لو ما بيتكلمش، وبعدين فجأة بيرحل. أصعب شيء في الفقد إن العالم بيكمل عادي وإنت من جواك واقف. ممكن تكون بتمشي، بتضحك، بتتكلم، لكن في مكان جواك في غياب مفيش حد عارف يملاه. الفقد بيعلمك حقيقة مؤلمة إن كل شيء مؤقت. تاني حاجة هنتكلم عليها الخذلان. الخذلان في العلاقات لما شخص يقع من نظرك. الخذلان مش إن عدو يأذيك، الخذلان إن اللي يأذيك اللي أنت كنت بتفكره إنه هو الأمان، كنت فاكر إنه ما يعملهاش، كنت بتدافع عنه، كنت واثق فيه، فجأة يتصرف بطريقة غير متوقعة. الألم مش في الموقف بس، ولكن في انهيار الصورة اللي انت بنيتها ليه في قلبك. الخذلان بيوجع لأننا مش بنزعل على الفعل نفسه، ولكن بنزعل على النسخة والصورة اللي احنا كنا شايفينها فيه. لكن الحقيقة المؤلمة ان احنا احيانا بنحمل الناس فوق طاقتها، بننسى ان هم بشر وبنطلب منهم الكمال. من اسباب الحزن في العلاقات ان انت بتحب واللي بتحبه ما يحبكش. حزن ما فيهوش لا دم ولا فضيحة ولا صوت، مجرد قلب بينبض في اتجاه واحد. بتحاول تنسى، بتحاول تبرر، بتحاول تقنع نفسك ان الامر بسيط، لكن كل شيء بيفكرك بيه. النوع ده من الألم بيكسرك بهدوء، لكن بيعلمك درس جامد وقوي ان قلبك غالي ما تدهوش الا للي انت عارف ان هو عارف قيمتك. رابع حاجة الوحدة رغم الزحام. ممكن تكون بين الناس لكن محدش فاهمك، بتضحك معاهم لكن مفيش حد عارف اللي جواك، محدش بيسمعك. الوحدة مش غياب البشر، الوحدة ان انت تشعر ان محدش حاسس بيك. لكن خلي بالك بقى، احيانا ربنا بيسمح ان انت تحس بالزعل علشان تفتكر ان هو قريب منك. في اللحظة اللي انت بتشعر فيها انك لوحدك، انت مش لوحدك. كل علاقة كسرتك كانت بتعلمك حاجة، كل شخص رحل كان بيفضي مكان لغيره، كل خذلان كان بيخفف تعلقك بالبشر. في النهاية يا صديقي، لو جرحتك علاقة ما تخليهاش تطفي فيك القدرة على الحب من تاني. فما تظنش ان ربنا اخذ منك كده بلا مقابل. لو حد خذلك ما تخليش الخذلان ده يضعفك ويضعف ثقتك في كل الناس. لا تحزن، فكل ألم في العلاقات كان خطوة نحو تطهير قلبك. وصدقني يا صديقي، القلب اللي بكى كتير بيبقى أرق وبيبقى أصدق وبيبقى أقرب. لو حد وجع قلبك ما تخليش الوجع يقسيك، خليه يقربك من ربنا، ما يبعدكش عنه. ولو فقدت حد افتكر ان ربنا ما بياخدش حاجة من قلبك الا وهو شايف دمعتك وسامع وجعك. يمكن الشخص اللي مشي كان اخر قيد بيربطك بالبشر علشان تتعلق برب البشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.